بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم. أخبار نادي الزمالك. الكل يترقب مباراة القمة مع الأهلي اليوم في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز في المرحلة الحاسمة، مقررة في 8 مساء باستاد القاهرة الدولي. الزمالك أتم استعداداته للمباراة النهارده كان في إفطار مفتوح، يعني كل اللعيب يصحى وقت ما يصحى ينزل يفطر، ما كانش في ميعاد محدد للإفطار النهارده. والفريق أدى صلاة الجمعة في فندق الإقامة. وفي الغدا هيكون الساعة 2 أو 2 ونص، يعني الساعة 5 اللعيبة هتريح بعد كده لمدة ساعة. بعد كده الساعة 5 هيبقى في محاضرة للعيبة قبل التوجه إلى استاد القاهرة الدولي، موفقين بإذن الله تعالى. مباراة مهمة جدا جدا جدا. أعتقد إن الزمالك إن شاء الله بإذن الله النهاردة هيحسم بطولة الدوري في حال فوز إنبي على بيراميدز وفوز الزمالك على الأهلي. إن شاء الله يحصل، الزمالك يتوج رسميا بطلا للدوري. معتمد جمال أتم استعداداته جيدا بخطة متوازنة. النهاردة هيلعب بخطة متوازنة تعتمد على تأمين منطقة الوسط والهجوم من الأطراف عن طريق محمود بنتايج في الشمال وبزيرة في اليمين. وممكن يفكر إنه يخلي بزيرة يلعب ناحية الشمال ويخلي محمد إسماعيل يلعب ناحية اليمين، يعني محمد إسماعيل يقوم بدور دفاعي ودور هجومي. التشكيل المتوقع النهارده بإذن الله تعالى، ربنا يوفقهم جميعا. أي تشكيل يختاره طبعا معتمد جمال، ولكن المتوقع هيكون مهدي سليمان في حراسة المرمى. مهدي سليمان جاهز في الماتشات اللي فاتت وتألق بصورة لافتة للنظر. حسام عبد المجيد ومحمود حمدي الونش. محمد اسماعيل هيلعب في ناحيه اليمين، ومحمود بنتايج في ناحيه الشمال. في خط الوسط هيكون فيه 3 لعيبه ان شاء الله: عبد الله السعيد القائد والكابتن والمحفز للعيبه والعقل المفكر والمدبر داخل المستطيل الاخضر. احمد فتوح صاحب المهارات العاليه وصاحب السروهات اللي بتودي للجون على طول مباشره. ومحمد شحاته المقاتل في خط الوسط. قدام هيكون بزيرة وهيكون أودي الدباغ وناصر منسي. نتمنى يكون ده هو التشكيل المتوقع، التشكيل الأفضل والتشكيل اللي يعني حقق نتائج كويسة مع الزمالك في المباريات السابقة، باستثناء طبعا الشوط الأولاني من مباراة إنبي. كل التوفيق لنادي الزمالك النهارده. جمهور الزمالك هيكون له دور كبير جدا جدا جدا. الجمهور بدأ يزحف في استاد القاهرة من دلوقتي وجاهز لتشجيع الفريق ومؤازرة الفريق والوقوف خلف الفريق كما عودنا. جمهور الزمالك دايما بيكون مع فريق نادي الزمالك وبيشجع نادي الزمالك، وهيكون له دور كبير جدا 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 في تحقيق الفوز النهارده. اللعيبه مركزه، مفيش اي مشاكل خالص. اللعيبه بعيده تماما عن اي مؤثرات خارجيه، عن اي مشاكل، عن اي ازمات تذاكر وغيرها وغيرها وغيرها. كل اللعيبه مركزه، كل اللعيبه يعني تعاهدت ان هي ان شاء الله باذن الله تحقق الفوز النهارده على النادي الاهلي ويتوجوا بالدوري. نتمنى التتويج يكون بدري بقى عشان الزمالك يفضل الكونفدراليه ونهائي الكونفدراليه قدام اتحاد العاصمه الجزائري، خصوصا ان الفريق هيسافر للجزائر. اعتقد هيكون يوم الثلاث او الاربع قبل المباراه بثلاث اربع ايام. المباراه طبعا معروف انها الساعه 9 يوم 9 مايو الجاري، وان شاء الله ربنا يوفق الزمالك يحسم الدوري مبكرا ويسافر الى الجزائر ليحسم الكونفدراليه من هناك مش من هنا كمان، لان طبعا معروف طبعا المباراه النهائيه تقام هنا يوم 16 باستاد القاهره الدولي. كل التوفيق لفريق الزمالك، كل الحب لجمهور الزمالك العظيم اللي واقف مع الفرقه وبيساند الفرقه وبيآزر الفرقه. شكرا.